طيب ادخل آدم يا أبو عبادة، ادخل آدم، ادخل آدم بارك الله بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله جراح، حي الله جراح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راح نبدأ يا أحبة تعالى، تمام إن شاء الله. فقط واحد يا أحبة، فقط واحد بارك الله بكم، فقط واحد يا أخوان. فنبدأ الإعلان بارك الله بكم إن شاء الله يا قريش. فقط واحد يا أحبة والغرفة المليء. الآن اثنين، مو مشكلة، مو مشكلة، مو فد إشكال. الآن اثنين بعد. يلا يا أحبة شدوا الهمة شوية، شدوا الهمة يا أخوان، جيبوا لنا اثنين حتى نبدأ. تمام تمام. الآن ممتاز، جميل جدا. الآن رجعوا الأداء من ورحمة الله وبركاته. حياكم الله اخواننا الكرام جميعا. انا سمعكم حاجه تضحككم قوي. فاكرين روايه الحمار يا شباب؟ يعني الحمار، او يعني عندما يقول ذاك امير المؤمنين الك حمار تركبه، تمام، يقول لك ذاك امير المؤمنين. اسمعوا احلى تفسير سمعته في غرفه الجدير للحمار. اسمعوا كده يا شباب. سحاب. إذا الحمار هو، والله لتركبن السحاب. إذا الحمار هو السحاب لأمير المؤمنين عليه السلام، فمثل أو ضرب مثل للسحاب بالحمار، فالسحاب هو الحمار الذي يركبه أمير المؤمنين عليه السلام ويبلغ به الأسباب. يعني لما تيجي تقول لي مثلا للشهيد 14 يا حمار، ما بقاش يزعل. ليه؟ قول له انا بدلعك بقول لك يا سحاب. تمام يا شباب؟ يعني لما تيجي تقول له يا حمار، قول له انا بدلعك بقول لك يا سحاب. ده جزء يعني في فضيحه كانت قديمه طبعا، فاكرينها، اللي مسحت بكرامتهم الارض. وعندي فضائح جديده يعني. ايش؟ تفضلوا تفضلوا. والنهارده برضه فضيحه المدعوه الغازي بنت الفيصل هنكملها، لان امبارح ما كملناش فضيحه المدعوه الغازي بنت الفيصل. كان دخل المدعو طارق زيدان وسأل قبل ما نكمل بقية التسجيل، ولكن هنكمل التسجيل من أوله النهاردة ونوضح كذبهم وتدليسهم. تمام؟ هنوضح كذبهم وتدليسهم على موضوع غازي بنت الفيصل، ونتحداها أن تأتي للغرفة هنا، تمام؟ وأن تصعد على المايك وتقول إنها من أهل السنة والجماعة كما ادعت عندهم في الغرفة، تمام؟ ويقولوا لي لا هي مش حوراء، هي مش عارفة ايه، ونتحداك ان تكون حوراء. نشوف، ناس سمعت والناس تكرر، تمام. وهنوضح كاذبات الرافضة في الامور الاخرى. جاهز ان شاء الله؟ كنا سلام من وراك. هبدأ بعدك ان شاء الله. طبعا هم قاعدين هنا في الغرفة اكيد، يعني بعض النكات عندهم الاندر كفر بتسجل، تمام، فاحنا عايزينهم يسجلوا لان النهارده فضيحة كبيرة ان شاء الله. اتفضل يا اخونا سلام من وراك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في صوت يا أحبة. أولا هل يوجد صوت يا أخوان؟ هل يوجد صوت إن شاء الله يا أحبة؟ ما شاء الله ما شاء الله. حي الله جميع المتواجدين والحاضرين. الأمر الأول يا حبيبنا سفير الإسلام بارك الله بك، وبالإخوة والأخوات المستمعين، الحاج القدس عاد من غرفة الغدير وغرفة علي مع الحق يكذب على عوام المستمعين ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. هذا ما نسمعه في الأمر الأول يا أخوان، الذي يكذب فيه ويقول إن الذهبي يصحح رواية، وأنا أتحداه الآن لماذا كذب على عوام أهل السنة والجماعة في غرفة الغدير. نسمع يا أحبة بارك الله بكم التسجيل الأول للحاج القدس. نسمع يا أحبة. رحت استشهدت برواية عندنا ضعيفة الإسناد، رحت استشهدت برواية عندنا ضعيفة الإسناد، عندك صحيحة الإسناد، وقلت لك كما رأيت الذهبي يصحح الرواية، قلت مصدر حديثي
قلت لك إذا مصدر حديثي جيد، فإذا هو مصدر حديثي حتى المستدرك حتى بحار الأنوار مصدر حديثي وينقل الأحاديث الضعيفة والصحيحة ولا يمثل له معتقد، ولكن عندكم صححتم رحت استشهدت برواية عندنا ضعيفة الإسناد، عندك صحيحة الإسناد، وقلت لك ما رأيك بالذهبي يصحح الرواية؟ قلت فيها مصدر حديثي. قلت لك إذا مصدر حديثي جيد، فإذا هو مصدر حديثي حتى المستدرك حتى بحار الأنوار مصدر حديثي وينقل طيب الآن الصوت واضح، الآن الصوت واضح إن شاء الله، ما في إشكال، ما في إشكال، الصوت واضح. خذ هذا الرابط يا سفير، خذ هذا الرابط يا سفير، شغل لنا التسجيل. أنا الظاهر عندي خلل بالمايك. خذ هذا الرابط وأنا بعلق عليه. نشوف الدجال الكذاب القدس يكذب ولا يخاف، لا يخاف الله سبحانه وتعالى، يكذب. بس أنت توقف التسجيل. طيب كان في الفترة الأخيرة واضح؟ كان واضح. طيب خلينا نجرب مرة ثانية، نجرب مرة ثانية. طيب ثواني ثواني. رحت استشهدت برواية عندنا ضعيفة الإسناد، عندك صحيحة الإسناد، وقلت لك ما رأيك بالذهبي يصحح الرواية؟ قلت فيها مصدر حديثي. قلت لك إذا مصدر حديثي جيد، فإذا هو مصدر حديثي حتى المستدرك حتى بحار الأنوار مصدر حديثي وينقل الأحاديث الضعيفة والصحيحة ولا يمثل له معتقد، ولكن عندكم صححتم الرواية. أسألك مرة أخرى، هل الذي صحح الرواية زنديق بن زنديق أم لا؟ تفضل. طبعا أنت قلت أن رواية التي تشوف الرجال عائشة تشوف الرجال لتختار، قلت لي هذه من كتب حديثية، وقلنا لك حتى بحار الأنوار كتاب حديثي، فقلت لي هذه ضعيفة السند، قلنا لك هذه ضعيفة السند. عطني واحد ضعف الرواية التي في مصنف ابن أبي شيبة. ما عندك. احنا عندنا علماءنا مثلا أحد العلامة الشيخ عبد الله دشتي قد ضعف الرواية، العلامة الشيخ حسين المعتوب ضعف الرواية، على مبانينا ضعف الرواية، ولكن أنت الذهبي يصحح الرواية. نحد من علمائنا صحح الرواية، على مبانينا ضعف الرواية، ولكن أنت الذهبي يصحح الرواية، على مبانينا ضعف الرواية، ولكن أنت الذهبي يصحح الرواية، على مبانينا ضعف الرواية، ولكن أنت الذهبي يصحح الرواية. طيب الآن في صوت يا أحبة، في صوت إن شاء الله، في صوت الآن يا أحبة. هل يوجد صوت؟ أنا أتحداك يا قدس وأمام الكل والكل يسمعني، إذا كان الذهبي صحح رواية إن عائشة تطوف بالرجال، لماذا الكذب يا قدس؟ أنت كذاب أشر زنديق. تسمعني يا سفير الإسلام؟ يقول الذهبي صحح الداه، وهذا الرابط، هذا رابط التفصيل لكلام الذهبي يا أحبه، هذا رابط الرد على هذه الكلام الذي كذب به الحاد. ليش تكذب؟ تنصر دينك بالكذب. هذا رواية يا أحب، هذا رابط الرواية. الرواية أصلا يا أحبة ضعيفة، تمام؟ بن عمران، وقال عنه الذهبي، هو نفس الذهبي قال هذا لا يحتج به. وأيضا يوجد في الإسناد يا أحبة، يوجد في الإسناد امرأة، يعني يمكن خالة القدس أو عمة القدس، ما نعرف إحنا. ليش تكذب يا قدس؟ يعني سبحان الله، يعني تنصر دينك بالكذب.
أين الذهبي صحح الرواية؟ أنا أتحدى، أين قال الذهبي إن هذه الرواية صحيحة؟ يعني احنا نشرنا الإعلام بالغدير يا أحبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نشرنا الإعلام بالغدير وتحديناهم أن يثبت إلي اليوم إنه الذهبي صحح هذه الرواية وأعطيه مجال 2000 سنة. يعني ليش تنصر دينك بالكذب؟ أنت رجل كبير عمره 50 سنة 45 سنة، مو عيب تكذب. يعني تكذب حتى تنصر دينك. معتقدك فاشل تنصره بالكذب مثلا. إذا كان معتقدك صلب ما تنصره بالكذب، أنت تكون صاحب حق ما تكذب. أين الذهبي صحح الرواية؟ الذهبي قال عن عمار بن عمران اللي كان في سند هذه الرواية، قال لا يحتج به، وأيضا نفس الإسناد به امرأة. تمام، هذا هو رديت عليه باليوتيوب، هذا هو الرابط. تمام، وأيضا في الإسناد امرأة. يعني ما أعرف خالتك، ما نعرف يا القدس. يعني أنت ليش هيك تكذب على عوام أهل السنة والجماعة؟ المشكلة يا أحبة اللي كانوا معاه بيصفقوا له. عمي سفير تسمعنا؟ عمي سفير تسمعنا؟ بارك الله بيك. الآن يا أحبة بارك الله بكم، الآن ينشر الإعلان مرة ثانية في الغدير يا أخوان. أي صحح الذهبي هذه الرواية؟ سمعت كلام يا سفير؟ هل سمعت كلام الحاج القدس السفير؟ سمعت كلامه؟ نعم. أي صحح الذهبي هذه الرواية؟ أنا أريد أفتهم اليوم. تمام، ليش يكذب؟ تفضل عمي سفير لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي ما تستعجبش على الرافضة عندما ينصرون دينهم بالكذب، والمهم يتهمون نحن بالكذب. يعني خد لك بقى، رميتني بدقها ونسلت. يعني بالمصري كده، رميتني بدقها ونسلت. مين معنا السمع يا شباب في الغرفة؟ يا شباب احنا عايزين أسود كده في الغرفة، عايزين التكس ده حرق نار. تمام، مش عايزين ناس نايمة كده يا شباب في الغرفة، بارك الله فيكم. تمام، يعني عايزين التكست كده شغال. لأن الرافضة للأسف يعني ما نصروا دينهم إلا بالكذب. نسمع بقى يعني أحد فضائح غرفة الغدير المسجلة قديما ونسمعكم. حياك الله أخونا الإمام عمر، حيا الله الحبيب الإمام عمر. والله ما خدت بالي من التكست، كنت بفتح أنت عارف أخي الحبيب الصفحة اللي فيها الحاجات. حياك الله أخونا الإمام عمر. إن شاء الله أخواننا الكرام نفتح بعض فضائح غرفة الغدير نسمعها مع بعض كده. نسمع غرفة الغدير كيف يعني هذه الغرفة تدار من الداخل. نسمع. اثبتوا لنا يا شيعة انكم تأخذون دينا من اهل البيت ومن محمد صلى الله عليه وسلم، واثبت لنا بالدليل القاطع انكم تأخذون دينكم ممن ولد معمم وليس بما قال الله وقال الرسول. متى قال عنا امام معصوم متبعون؟ الله تعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وتقول الرافضة خلقت الدنيا من اهل الايمان. اتحدى النبي وانا مايك ان يثبت في شيء 12 انه مسلم بالدليل. والله وبالله وطول لم تروني يا شيعة حتى أبين الناس إنكم لستم مسلمين، بل إنكم موسوس. جلجلت رائحة الغباء وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. اخواننا في لحظة بض حجينا، انا عندي اقتراح اذا اهل الغدير يقبلون يروحون يادين، ندخل كل المتشيعين ادمنية بالغدير، كل المتشيعين ندخلهم ادمنية بالغدير. قابلين يا موالين، قابلين يستاهلون. جيد. انا اريد الان في سبيل يطلعون على النظام، لان عندنا نظام اخواننا احنا في الغدير، مو كل واحد يدخل ادمن، عندنا نظام يقبلون النظام ان شاء الله. فالاخ ابو ذر هنا، الاخ ابو ذر، الدكتور ابو ذر، ها ابو ذر، هذا الدكتور ابو ذر ضيفوا عندكم ايها المتشيعين. كل المتشيعين
يضيفون الاخ ابو ذر لكي يعلمهم على الادمنية ويدخلهم ادمنية. اوكي، هذا الدكتور احنا عندنا وهابية ادمنية اللي هم متشيعين. هو عندنا معمل اختبار، احنا مو معمل اختبار. الغرفة الوحيدة اللي بها ادمنية سنة وبها ادمنية وهابية هي الغدير، وعندنا ادمن مسيحي عراقي هي الغدير. تفضل، هذا دورك. ان شاء الله الاخوان يدخلون على الدكتور ابو ذر. تفضل اخونا الاشتر. هي الغدير، وعندنا ادمن مسيحي عراقي هي الغدير. وعندنا ادمن مسيحي عراقي هي الغدير. جلجلت يعني سيدنا نعمل اعلان احتلال الى غرفة الغدير الان. يلا تفضل لكم المايك. استمعتم اخواننا الكرام الى اونر غرفة الغدير الشيعية الرافضية في البالتوك، وهو يقر بوجود مشرف نصراني معه في الغرفة. وكذلك كانت طامة أخرى بوجود مشرف ملحد عندهم في الغرفة. فهذا هو دين الشيعة أمام الجميع لمن يقول إن الشيعة مسلمين. كان معكم أخوكم سفير الإسلام قاهر ومزلزل دين الشيعة الاثنى عشرية بالتوك. إلى اللقاء في تسجيلات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا اخواننا الكرام، طبعا التسجيل ده بقاله بتاع سنة ونص تقريبا، وكانت الصدفة الغريبة وانا بسجل في غرفة الغدير ان انا كنت بصور التكست صوت وصورة. طبعا التسجيل موجود على اليوتيوب تحت فضيحة غرفة الغدير وتواجد ادمن نصراني وملحد معهم في الغرفة، لان لما موجود ادمن نصراني كتب على التكست، وهذا مسجل يا اخواننا الكرام. لا تنسى ان الادمن الملحد، لا تنسى ان عندنا كمان ادمن ملحد، تمام؟ وادمن ملحد، انت بتستغرب من نصراني وملحد يا اخي، يا كافر بالله. تمام. طبعا انا في القناة احد الاخوة واخده نزلوا اخونا سلام العراقي الرابط بتاعه عشان الاخوة تشوف التكست كويس جدا، وهو بيكتب كمان ادمن ملحد. ادي التسجيل الرابط بتاعه، تمام؟ نازله لهم للاخوة على العام لمن اراد ان يرى التسجيل صوت وصورة. طبعا يا اخواننا الكرام، كان في فضيحة الغازي بنت الحسين الفيصل، اسف وما كملناهاش امبارح، لتواجد المدعو طارق زيدان الذي هرب وراح عمل عنده في الغرفة اعلان لهروب سفير الاسلام، وسفير الاسلام هرب من حواري، وسفير الاسلام هرب من مناظرتي، وسفير الاسلام. هنسمعكم التسجيلين على العموم اخواننا الكرام. نعم، ملة الكفر واحدة. هنسمعكم تسجيل يا اخواننا الكرام، ممكن يكون كثير ما يعرفوش. يعني غرفة الغدير موجود بقاله بتاع 4 سنين التسجيل ده، هو تقريبا او ما يعدل 4 سنين. وهي بنت رافضية، تمام؟ لو كذاب يقول لك انا ما بشتمش فيك، انا بحترمك. يعني هو كان بيحترمني هنا في الغرفة، ولكن في مرة كانوا عاملين فضيحة ليا في الغرفة، ودخلت واتفرج عليها. طبعا لقيت ان هم شغال فيه على التكست سب ولعن. حتى لما قلت لهم امبارح انا اباهلك انك سبتني ولعنتني، ما قدرش يرد يعني. فطبعا يا اخوانا الكرام، هناك كتير ناس بتحب تبيع الدين بتاعها من اجل حفنة من المتعة. حفنة من المتعة. طب نسمع حفنة من المتعة كده مع بعض مع رافضية وافتخر. ايش؟ تفضلوا اسمعوا وشوفوا قدامكم شو قلت لكم انا. شو يا رجال يا انت يا علي مع الحق؟ ارفع يدك وكل رجال واحكي نفس الحكي اللي قلته، اللي انت عارف قدامه. تفضل انت يا علي مع الحق، عم تسمع ولا ما عم تسمع؟ عم تسمع ولا ما عم تسمع؟ انت بتكون انت طبعا بغرفة الغدير، انت بغرفة الغدير، انت قلت لي انك بغرفة الغدير صح؟ ما شاء الله على هيك غرفة شيعية، تجوا تطعنوا بنات الشيعة. يا عيد الشوم عليك. عم تسمع يا علي مع الحق؟ في صوت يا ابو حيدر؟
عم تسمعوني؟ نعم شكرا يا ابو علي. يا ابو حيدر، علي مع الحق عم تسمع؟ خذ المايك تفضل، لك المايك. لا تنط ابو حيدر، خليه ياخذ المايك اسمع منه، تفضل. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من السخيف مرورا بالبعث حتى قيام يوم الدين. والله ما اعتذر اذا ما تعتذر سمر، والله لو اعرف اكسر الحاسبه وما ادخل النت وعاشر الوهابيه، والله ابيع ديني اذا ما تعتذر سمر. والله نزلت مستواها وفشلت لا ما غلطت نعم، لانه تجاوزت 3 مرات العام، وطلبت من مرسيدس ان تعتذر، وطلبت من الاخ محمد الكوراني ان تعتذر، وطلبت من الاخ رعد ما اعرف اسمه قلت لك ما اعتذرت وعينك عينك، وقلت لي عندك وجه تقابلني وعندك وجه بعد الغرفه وعندك وجه كرامتي تسوى سمر وتسوى ابو سمر وتسوى اسياد سمر. افتهمت عن الشيعي وغصبا على سمر وغصبا على ابو سمر، فلانه اتهمتها لانه اخلاقها اخلاق بنات حازميه مو اخلاق بنات حزب الله. تفضل ابو حيدر اخويا لك المايك. شوف يا علي، شوف يا علي، شوف في عندي صوت انا بدي لك كلمه شغله. يلعن ابوك على ابو لبنان، على ابو العراق، عرفت؟ على ابو هيك شيعة انت بتمثلهم، فاهم شو؟ والشيعة براء منك، فاهم؟ اللي بيقول لوحدة الشيعية انت عاهرة، ما حدا هو الا هو العاهر ومشكوك فيه صراحة. اللي بيقول لوحدة الشيعية هيك يا عيد الشوم عليك. هاي اول شغلة. ثاني شغلة، انت اول ما فتت نعم انا غير شريفة، نعم لاني بقول الحق. بدكم وحدة تكون مثلكم، عرفت؟ بدكم وحدة تكون مثلكم، بدكم وحدة تكون مثلكم. انا بقول الحق مش شريفة عندكم يا شيعة، مش مشكلة. شوف يا علي بدي لك شغلة، انت اول ما دخلت بدل ما تعلق على الوهابي علقت علي انا، عرفت؟ بدل ما تعلق على الوهابي عرفت؟ مولاك ناصر امام ما شفت الكلام اللي كتب لي اياه؟ لاني انت عاهرة، والله انت عاهرة، والله انت عاهرة. ما خلى كلمة قال لي اياها مولاي ناصر امام. انت عاهرة. اذا الشيعي اخر الزمن يقول لي انا عاهرة، انا اقرأ من الشيعة. انا اليوم رح اطلع على اكبر وحدة غرفة سنية بالفيسبوك واعلن، اقسم بالله اعلن تفنن الليلة اعلن تفنني، الليلة اعلن تفنني. انا اقرأ من مذهب الشيعة وخليك الشيعة يطلع علي، وحتشوف يا علي الليلة حتكون ضربة قاضية لك وكل اخوة المذهب. ما بدنا هالمذهب منيح، المذهب اللي انت بتمثل الوردية، المذهب اللي انت بتمثل الوردية، فاهم؟ ما بدي اياه المذهب اللي قال لي ابنتينتي ويرجعوا لي انت عاهرة ويشتغلوا وهذا ما قال لي اياه، هيدا ما بدي اياه. وهذا صراحة منك، وهذا سنين على البيت ما قال لي عاهرة، وهذا سنين على البيت ما غلط، سنين ما غلط فيني. وجيت انت الشيعي تغني انا ابرأ من هذا المذهب، ابرأ والليلة رح اعلن كل شيء قدام العالم، كل شيء رح اعلنه وانت بتسمي برقبتك، فاهم؟ قدام العالم كل شيء رح اعلنه وانت بتسمي برقبتك، فاهم؟ حرام حقير. لما تقولي انا عاهرة يعني كنت انا وامك واخدك بنفس الفرش وانت شفتني، ما في هذا الحل. بس انا ابرأ من هيك مذهب انت بتمثله، او غرفة الهدية او هيدا كلامك رح طلعه انا اليوم. انا رايحة افتح يوم فيك بس وغرفة الهدير واخلاق غرفة الهدير. شوفوا غرفة الهدير ادريتها شو بيحكم. اتحداك تجيب اني انا غلطت عليك بكل ساقطة، اتحداك. وهيدي الرمى انا مفتوحة معي، روح على غرفة نور الولاية وشوف اي كلمة ساقطة. انا اتحداك لك حاجات كلها على غلط، كلمة ساقطة. اتحداك يا علي، اتحداك. اللهم اني ارجع من هيك مذهب انت بتمثله، لما تتنفس على نفسك، فاهم؟ ما تمثل على نفسك. عم بكون ليالي انا على بولتك وعلى منتديات وعلى ما يجامل، مش بده يجامل، ما بيعرفني اصلا. اللهم بيسمعني شو بحكي بالرومان، انا ما بيعرف شو بسوي. انا بطلت بحبها يا ابو حيدر،
وشفت الزرع وكده انا هيك الي العمير قالوا لي هيك العمير قالوا لي هيك يا ابو حيدر العمير قالوا لي هيك العمير قالوا لي العمير قالوا لي انه ما حد شيء ولا هيك انت هيدي فهموني انا عارفه حالي الحمد لله انا عارفه حالي يا ابو حيدر ولكن الشيء يقول عني هيك قدام كل العالم يعني شو هيدا مش لي وهيدا مو مذهب ما بدي اياه هيدا المذهب والله لو لا تبرأ منكم جميعا اقسم بالفعلاء اللي انتم بتحبوها انا بحبه اقسم بالله انا قلت لك حسالة بس ما بتقولي انت عاهرة بعرف مش كلمة عاهرة تطلع من الشيعة للشيعية قدامها هذه عارفة هيدي عارفة شو معناتها قبل ما يسووا لي مذبوحة ويحطوا اللي انت شحتيت على الكاس انا رح اطلع اتبرأ من المذهب عشان ما اكون صغيرة الدولة الوهابية فاهم يا علي؟ ما عرف حالك شغلت معي ما عرف حالك شغلت معي ما عرفت حسبي الله ونعم الوكيل فيك انا ابرأ الى هذا المذهب وهلا راح على اكبر مسلمين واهل التبرع منكم اذا انتم يا اهل الدين ويا اهل المله ترجع شو خليك يا هون كلب ابن الكلب انتوا اذناب كلب ابن الكلب ابوك يا فاجرة يا عاهرة انتوا اذناب يا وهابية انتوا غيرك وهدير وهدير وموسى انتوا كلاب دول كلاب ولاد كلاب عندك حق نرجع الحتة دي ثاني انتوا اذناب يا وهابية انتوا غيرك وهدير وهدير وموسى انتوا كلاب انتوا اذناب انتوا اذناب يا وهابية انتوا غيرك وهدير وهدير وموسى انتوا كلاب 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 صدقت وهي كاذبة صدقت وهي كاذبة طبعا عشان بس تهدى هي شوية بعد اذنكم معانا نهديها ممكن نهديها أخاف المعروفة أخاف المعروفة كملي يا سمر كملي يا سمر كملي ما يهمكم المذهب يهمكم السلطة والرئاسة يهمكم المصاري اللي عم بتسموها الخمس غير الخمس الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تاني يا سمر تاني اشجيني بالحتة دي اشجيني يهمكم المصاري اللي عم بتسموها الخمس غير الخمس يهمكم المصاري اللي عم بتسموها الخمس غير الخمس طب والمتعة في الكامات يا سمر ما بيتمتعوش في الكامات يا سمر مفيش اي فضايح عندهم في الكامات كده يعني تعرفينا بيها كملي يا سمر كملي وعم بتعملوا الخمس تنطوا على العارة ولكن انا اعمل بالخمس ما تطلعكم بالخمس الله اكبر والله وبالله وتالله لأول مرة اسمع الجزئية دي شوف انا بقول متعة يا سمر مفيش متعة تمام ايه انت بتقول اتمتع معكم بالخمس والله ما سمعت التسجيل ده الا دايما بسمع في اول دقيقة واسيبه سبحان الله ولأول مرة بسمعه معك بس هو متوقع تمام متوقع والله يا اخوان تاني يا سمر تاني اشجيني بالنقطة دي بعد اذنك ولكن انا اعمل بالخمس ما تطلعكم بالخمس مش بنت الحسين وغيرها مش بنت الحسين وغيرها وعم بتعملوا الخمس تنطوا على العارة ولكن انا اعمل بالخمس ما تطلعكم بالخمس ما تطلعكم بالخمس يعني انت بتتمتعي في الخاص مع موسى الخمار والقدس والناس دي يا سمر ده سمر يعني انا عايز اعرف بيعملوا ايه في الخاص لما بيجي يتمتعوا بس احكي لنا كده مين تاني يا سمر مين تاني مفيش حكي طبعا كاميرات بتتفتح حكي ولاي ممكن حكي انا اتبرأت خلاص براءة الى الله تعالى وتبرأ من كل الاسلام من كل الاسلام هيدا من كل الاسلام انا مشركة طبعا انت كده مشركة يعني من قال انك انت مسلمة اساسا
اذا كنت قاعدة بتقول لهم يعني مش معاك الخمس تدفعي. فهو شفتوا يا جماعة الخير، اذا ما حدش عندهم المرة ما تقدرش تدفع الخمس تتمتع في الخاص، بدل لما تدفع فلوس تدفع جسمها يعني ليهم في الخاص. سمعت يا بتوع الغدير عشان تسجلوا النهارده تعملوا فضيحة كمان بالتسجيل ده. يعني الست عندكم اذا ما قدرتش تدفع لموسى الخمار واذنابه الخمس يطلبوا منها يتمتعوا معاها. نكمل هي ما تملكش الخمس لحد هنا، هي لا تملك الخمس ولكن تملك ايه بقى؟ نسمع بقى. لا اتمتع معكم بالخاص، يعني هي عشان ممكن تكون رفضت التمتع في الخاص، هي عايزة تتمتع في العام. تمام؟ اكيد يعني عايزة تتمتع في العام. الناس تتمتع في الخاص دي حاجات بدائية بسيطة قوي، يعني دي عايزة ضيف على طول. كملي يا حلوة كملي. اكتبوا لي بعد قليل اعلان سائر الدراجي يفضح غرفة الغدير مباشرة في غرفتكم اسود السنة بعد فضيحة سمر القديمة. احدث الله اكبر. ايه اللي بيعملوه الجبنة دول؟ يعني عايزين نعرف تقديرهم تدعوا الدين دي ولا تدعوا الى متعة وخمرة وقلة ادب وقذارة؟ يا خمار يعني انت فاتح الغدير ليه؟ جاوبني كده يا موسى. نفسي تبقى راجل كده تجيله غرفة في يوم، نفسي تبقى راجل. الكلاب عندنا دايما بيقول في مصر الكلب اللي بيتشطر قدام بيته. تمام؟ نفسي في مرة تطلع بره غرفتك كده موسى الكلب. مع الشرف انكم بس تنفقوا على ايدين سمر حميد، تنفقوا على ايدي، اقسم لك بالله لا اصبحتم واحد لكن الشعب كلكم بالارض. هم بالارض من زمان يعني. قولي تحت الارض يا سمر، خليهم تحت الارض عشان خاطرنا. اتفضلي يا سمر كملي. اقسم بالله كل التسليات اللي عندي عليكم اقسم بالله نعم انا عايزة اشكرك لانك طلعت منا هلا من عذاب الليالي ومن الدرس ومن كتب بخاري ومن كتب قرآن ومن كتب كافي وغيره من البحث ومن الكتاب ومن العيون لما تسهر. انت هيك عم بتريحني. طبعا هو اصلا كده بيقول لك يا عاهرة، ده هو بيمدحك كده يا سمر. يعني هو بيقول لك يا عاهرة، هو بيمدحك كده فانت عاهرة فاجرة ومشركة. الراجل قال لك لفظ من الثلاثة. كملي يا سمر كده كملي. أشكرك بكل ما فيك من القلب. بس حضرتك يا حزب الله لا تخليك تسمع على حزب الله، لا حزب الله هيك حزب الله 1000 مرة. الله ينعل ابو حزب الله 1000 مرة. تمام؟ لعن الله على حزب الله 1000 مرة يا اختي. اعمل لك ايه علي دلوقتي بقى؟ اعمل لك ايه بقى؟ خلاص انت عاهرة يعني. اعمل لك ايه علي؟ كملي كده. سبحان الله. اسمع بقى يا جماعة الخير، يعني الفصل الثاني فاصل ونواصل مع اخوكم سفير الاسلام سائر الدراجي يفضح غرفة الغدير وموسى الخمار. أخاف معروفا أخاف معروفا
نكمل يا شباب، نعيش مع بعض مع الفضيحة الثانية لغرفة الغدير. بيان هام، هو نسي يقول بيان هام، الكلب سائر الدراجة نسي يقول بعد أن ذكر بسم الله الرحمن الرحيم المفروض يقول بيان هام. كمل يا كلب. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أقول بداية أنا ضد أنه يكون صراعنا علني، ولكن بما أنه قد بدأت يا أخي أنتوا فاتحين بعضكم في كل مكان يعني. كمل منهم فلا بد من الرد على حقي الشرعي أمام الله ورسوله وعلي بن أبي طالب عليه السلام. فأقول لهم أنا لم أطرح نفسي كعالم ولا محاور، وأنتم تعلمون ذلك. كل اتصال أقول أنا عام من عوام الشيعة، والذي شجعني على الاتصال كما تسمعون دائما هو من غرفتكم كان سماحة الشيخ علي كرام الله يحفظه، اتهمني بأني وهابي على لسان مدير غرفة الغدير الملك سيد موسى، وما أعرف ما هذا ما بدأ يا سيد. من يعطيك رقم الناصر؟ من أعطاك رقم العقوب؟ من أعطاك رقم الأخوان الخميس؟ من أعطاك رقم الدمشقية؟ من أعطاك؟ ألا تتذكر ذلك وأنت تهزئهم في هواتفهم الشخصية؟ ألا أنا عامل وهابي يا سيد؟ أن أموال ورجال محمد اليعقوبي وعباس الزيدي، وعندما دخل أبو نور غير منهجية الغرفة. أنا كنت عندما أدخل قبل ما أكون طبعا دخلت ثاني مرة ورجعت، كان هو الذي يقول أهلا الدار أخذ المايك وعيدك حتى ما أخذ تسجيل. أنا عرفتك تغيرت عندما دخلت وقلت لك سيد عند تسجيل جديد، أنك كنت عن المايك تتذكر؟ قلت أبو نور أينك؟ خذ استلم المايك وقدم الأخوان. والأمور ما كان عالما. شنو كان القصة السيد موسى؟ اشتراك مرة دخلت لهم. انت شو اللي خليك تدافع عن عباس الزيدي وعن محمد اليعقوبي؟ انا ما دخلت بغرفتك وجبت هذه هو دايما بص تلاقي كل كلامهم في الماديات يا شباب، لان هم يعني لا فلوس. كمل يا سامي. عشان داخل غرفتك انا قاعد اناقش بالفيسبوك، وانت من حقك تمنعني ولا اكبر واحد، وانا حتى من اناقش انا ردة فعل، انا كل يوم مهدد كل يوم وانت تدري ذلك. حتى انا من مدرسة هذا محمد الحميداوي فز علي جماعة للتهديد. بعد ذلك يقول لي كذا انا وديت لك ديوان عشائرية، الديوان بالمدرسة ولا كان استطيع ان اكون عليك الان محكمة، استطيع ان اكون عليك دعوة، وانت من دون عميل وهابي وعميل بريطاني سويتهم، وعميل ناصر وعميل وهابي ما اعرف ايش، ما خليتهم ما ارسختموهم. وعندكم كده ممكن تبعدونكم بسهولة كده سائر الدراجي. والله الوهابية اشرف ان هم يتعاملوا مع امثالك وامثال موسى الخمار اللي هو اهل السنة يعني. تمام، احنا اشرف ان احنا نتعامل معاكم. وانا اتحدى كلب رافضي يجي يقول لي ان في وهابي او سني عرض عليه فلوس لمقابل امر معين. اتفضل، احنا ممكن نعرض عليكم فلوس بس عشان تشتغلوا عندنا، اكتر من كده مش ممكن يعني. كمل. يقول لي ايش رد؟ طبعا انا رد بالفيسبوك، انا ما رديت بغرفتك. لما يدخل واحد بغرفتك من جماعة محمد اليعقوبي ويشتم وانتم توصلوا له تطردونه ويفترى علي، وكشف افتراء قدامكم عندما قال صار يقول تشييع الزهراء بدعة، لان محمد اليعقوبي اطلق هذه المقولة. قلت لهم اعطوني بالدولة ولم يأتي بالدليل، كان المفروض ينطرد وينهان ويشمر برا. انت من حق تحاسبني تقول يتكلم على عباس الزيدي؟ عباس الزيدي عن كل مراجع العظام، واضح؟ ومن حقك انا خرجت بكل ادب واحترام لان شفت انا قاعد اسوي مشاكل داخل الغرفه، من يعني انا اجيب مشاكل بالفيسبوك، عندي مشاكل مع اليعقوبيه والوهابيه والنواصب، فما اريد ادخلها بغرفتكم احتراما لكم. قلت ادخل بغير اسم استفاد، فانا دخلت كتبت بالفيسبوك مع احترامي يوم امس كتبت بانه ساخرج من غرفه الغدير وانا ادخلها ثانيه فمن عنده شيء يكلمني هنا. كان هذا مع احترامي للاخوان كتبت، ونزلوا الرابط وشافوا الاخوان كانوا بغرفه الغدير. انا ما تجاوزت، وين التجاوز؟ حتى تصعد على المايك شهرية تسميني نجاسه غرفه الغدير طهرت، تطهر وحدها تقول مين طهرت؟ انت شنو قيمتك انت؟ مين طهرت؟ بس انا الحق علي من رجعت. لا والله
تشريع لازم نتأخر منك ومن عباس الزيدي ومن اسماعيل الوالي تدافع عنهم انت. اتحداك اذا عندك رجوله تصعد ما تتكلم على عباس الزيدي او اسماعيل الوالي، لان عباس الزيدي قال عن محمد اليعقوبي ابو ذر الغفاري هذا العصر، واسماعيل الوالي سماه مالك الاشتر، وانت محمد اليعقوبي عنده وزاره النفط كانت وسرق مال البصره، وانت محتاج دعم مسائلك فما تتكلم عليهم. وهذا حق. لين انتهت غرفة الغدير؟ قاعد تحصل كل يوم غرفة الغدير. انا ما اقول ذلك يعني غرفة الغدير في الشيء، لا، غرفة الغدير خشية حافظ عبد النامي يسوالكم ويسوكم موجودين به مع احترامنا للاخوان جميعا. انا ما اريد اسجايل على قضية حاج عبد النامي، لا، حتى ما